احنا شوية مشاكل بسيطة خطفانة من ربنا، شوية هموم في الرزق اللي ربنا كفله لنا، في المشاكل الدنيا اللي ربنا يتولانا فيها. ايه اللي شغلك عن الله؟ ايه اللي شغلك عن العبادة؟ انت محتاج تعبد ربنا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لولا عبادته، لولا صلاته، لولا ذكره، كان فضل في سجن الابتلاء ليوم القيامة. اللي هيخرجك من سجن الابتلاء اللي انت فيه هو عبادة الله. ودي ايام العبادة، دي ايام الابتلاءات. دلوقتي عادت زلازل، لازم تبقى جبل عشان ما تنهارش، لازم يبقى اليقين في قلبك جبل راسخ عشان ما ينهارش. انت محتاج تعبد ربنا. احنا يا اخوانا كتير من المشاكل اللي خطفانه من ربنا، كتير من الانشغالات اللي خطفانه من ربنا، كتير من الشهوات اللي خطفانه من ربنا لا قيمة لها على وجه الحقيقة. مريض وقع رجله اتكسرت، نقلوه بسرعة المستشفى الطوارئ، جروا بيه على مستشفى الطوارئ وبيصرخ من الألم وعارف ان رجله مكسورة. دخلوا يعملوا أشعة، الأشعة طبعا طلعت كسر الرجلين. جروا على الدكتور بالأشعة، يلا يا دكتور جبس له رجليه عشان الألم يخف، عشان الألم يرتاح، عشان الألم الرهيب اللي هو حسه. الدكتور بص للأشعة وقال لهم انقلوه فورا على العناية المركزة. عناية ايه؟ حرام عليك، انت ما فيش في قلبك رحمة؟ انت ما انتش بني ادم، انت دكتور ولا آلة من آلات التعذيب؟ حرام عليك. انا بقول لك رجلي مكسورة، انا بقول لك جبر لي رجلي، جبس لي رجلي عشان الألم يرتاح، وانت بتقول دخلوا عناية مركزة واعملوا له أشعة تانية. وفي ايه؟ الدكتور لما بص في الأشعة اكتشف ان الراجل جاي عشان وقع وكسر، ولكن الاشعه بينت سرطان ما كانش واخد باله منه، والسرطان يتلحق لسه في درجه مبكره. فالدكتور الوقت ما عادش مركز على الالم اللي بيألمه واللي مخليه متألم. مش هو مشكلته، مش الألم خطر على راحته، إنما السرطان خطر على عمره. فالدكتور بيبص للأخطر، بيبص للأهم. هو ده بالظبط المشكلة اللي تعباك. ممكن تكون مش هي مشكلتك اصلا، المشكلة اللي عامله لك ألم ممكن تكون اصلا مش هي المشكلة الحقيقية، ممكن يكون جواك مشكلة اخطر. احنا مشغولين بمشاكل الدنيا وناسيين مشاكل الاخرة، احنا مشغولين بمشاكل ظاهرية وسايبين مشاكل جوه قلوبنا وجوه نفسياتنا وجوانا. احنا عايزين نفوق يا عم، فوق يا عم، ركز فوق وشوف المشاكل اللي بحقه حقيقي. انت مشغول بايه عن ايه؟ مشغول بمشاكل الدنيا عن مشاكل الاخرة، مشغول بمشاكل بسيطة هتتحل في الدنيا عن مشاكل قلبك. واللي جوه قلبك ده لما يعرض على الله هتقابل ربنا، هتقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟